يا صباح الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نوره من قناه يوميات واكلات نوره. الناس اللي متابعيني، الحبه القليلين يعني الخمسه سته اللي متابعيني، عارفين ان انا ما بعملش فيديوهات روتين كتير على القناه. بس بمناسبه بقى ان خلاص الشتاء داخل واحنا المفروض ان احنا هنفرش بقى في الارض كلها سجادة عشان البرد والرطوبة اللي في الارض وكده. فانا حبيت اعمل معاكم النهاردة بقى ايه روتين. هنشيل كل الحاجات اللي في الصالة دي ونغسلها كده ونروق عليها، والشبابيك والبلكونة والشباك. وطبعا زي ما انتم شايفين كده مفيش السجادة الصغيرة دي، طبعا الصالة كبيرة، فالسجادة الصغيرة دي طبعا بنقعد عليها مثلا ناكل، نقعد نشرب، العيال يلعبوا عليها بتاع. وبقيه الارضيه زي ما انتم شايفينها فاضيه اهي، من غير ايه، من غير فرشه، من غير حاجه. وطبعا تحت الكنب ده اكيد في يعني ايه، مش مطرب قوي يعني، لان انا السجاده هي تقيله لانها سجاده حرير. تعب والله تصدقوا باين عليا التعب، عندي شويه وجع في العظم بس الحمد لله يعني. هنشيل بقى السجادة دي بقى، اما نشيلها هنبقى نغسلها بعد كده ونحطها في مكان تاني او نعينها يعني ملهاش لازمة. وهنشيل الفرش، هنبتدي الاول بالستاير، هنشيل الستاير عشان نغسلها، وبعدين نشيل الفرش بتاع الكنب، لان الكنب بتاعي عفى عليه الزمن يعني، بس الحمد لله عايش يعني، مصلي بنفسه، الدنيا غالية دلوقتي. وهنشيل برضو الشباك والبلكونة برضو، نشيلهم كده ايه، هيلا بيلا كده نغسلهم في الحمام عشان هم مطربين قوي يعني. ولان انا على الشارع فما شاء الله يعني التراب عندنا بيخش من باب وتلت. تمام. والنيش ما فيهوش حاجه، يا دوبك هنطوقه من بره كده ويلا بينا. طولت عليكم المقدمه، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك لي لاول مره يشوفني. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة ان احنا نشيل الستاير. وهنا بدأ محمد اخويا يفك بقى الستاير، عشان عندي الحامل بتاع الستارة ماسك من الحيطة للحيطة اللي الجهة التانية، ففكلي الستاير كده عشان. وهنا بقى خلاص كنت بملى في الغسالة وهو بيفك فيها. ودلوقتي طبعا حطيت المسحوق، بستخدم اوكسي، وحطيت شوية برسيل جل وشوية منعم ملابس دوني وشوية كلوروكس الوان. وحطيت بقى، ابتديت بالستاير زي ما انتم شايفين كده. وبعدها هغير المية وابقى احط فرش الكنب يعني زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. دلوقتي سبت الغسالة شغالة على الستاير، هتاخد دورة غسيل ودورة تنشيف عشان اخلص الصالة دي النهاردة ان شاء الله، هخلصها النهاردة. وما شاء الله يعني روتين جامد جدا وتعبت فيه جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده في دلوقتي بقى طبعا بخلع الشبابيك. خلعت الشباك اهو، انا الصالة عندي فيها شباك وبلكونة، هخلعه من بره ومن جوه يعني الشيش والازاز. وشلت، انا مش عايزه اقول لكم ان انا اصلا زي ما العنوان مكتوب انا عامله اشعه رنين. وده طبعا كنت بالليل عامله كمادات ميه سخنه على رقبتي عشان ان انا ما اشيلش حاجه وما احطش حاجه، بس هو غباء بقى ما تعرفيش بقى، مش عارفه. المهم ان انا ممنوع اشيل حاجه ولا اتعب نفسي. قمت شلت الصاله، ما شاء الله عليا رقدت يعني. الفيديو ده بقاله اسبوع، انا تقريبا نايمه بقالي اسبوع، ما بشيلش حاجه وما بحطش حاجه وما بتحركش بعد الفيديو اللي انت شفتوه ده يعني. بعد الفيديو ده انا اسبوع بعدها ما بشيلش حاجه واحط حاجه، لان ده اللي انا عملته في نفسي، ان انا كنت ممنوعه ان انا اشيل اي حاجه خالص ولا اتعب نفسي، عشان عامله شعرانين على الرقبه، عندي غضروف بسيط كده صغير كده في الرقبه، وبعمل علاج طبيعي وكده. يلا الحمد لله، الله المستعان. ودلوقتي طبعا رحت قلعت الشباك، ودلوقتي بقلع في البلكونه وخدتهم كلهم كده ورحت بقى ايه على الحمام. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للي اول مره يشوف القناه، عشان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، بقول لكم اسبوع وانا راقده بعدها يعني طريحه فراش. وبعد كده عماله اقول انا اللي جبت ده كله لنفسي. وخلاص بدأت بقى، جبت الخرطوم كده وعلقته في الحنفية، وقعدت بقى ايه يعني ارش مية
على الشباك وعلى البلكونه على الخشب، وكنت حاطه بقى صابون، برسيل جل، على سائل مواعين، على شويه برسيل، المهم يعني على شويه اوكسي، لخبطيطه على بعضها كده. وبغسل بقى زي ما انتم شايفين كده الشبابيك دي على الشارع، وانا عندي الدنيا مطربه، هم نضاف بس كانوا مطربين وكده، وانا ما حبيتش ان انا اروح وابل قماشه واقعد امسح كده. قلت اما اغسلهم غسله بقى غسله 100 كده، غسله الشتاء، عشان بعد كده هيتنفضوا بس، يعني اول مره واخر مره اقلع الشبابيك، يعني خلاص الشتاء الجاي بقى ان شاء الله. واللي بغسله كده بشطفه بالخرطوم كده زي ما انتم شايفين، وبنقله مكان تاني، وبعدين اغسل الحته التانيه. دلوقتي ابتديت خلاص اغسل في البلكونه بالسبونشه اللي في ايدي كده، خليتهم فله، هم هيخافوا يتوسخوا تاني من العمله السودا اللي عملتها فيهم وعملتها في نفسي. بس والله النظافه حلوه بعد ما هتشوفوا في الاخر، يعني انا تعبت وكان مجهود ان انا اقلع الشبابيك وبتاع، بس في الاخر ولسه ده مش مجهود، ما شفتوش حاجه. كملوا معايا الفيديو للاخر وانتوا هتشوف، ده انا اتمرمطت في الفيديو ده. خلاص انا كده خلصت الضلفه بتاعت البلكونه دي، اشطفها زي ما انتم شايفين، وبعدين اكمل الباقي. اتمرمطت اخر مرمطه والله، بس في الاخر النتيجه كانت حلوه، يعني اما تلاقي بقى ريحه النظافه ومفيش ريحه تراب ومجهود فظيع، وبعدين تجدي ثمره مجهودك هي نص ساعه. يعني انت بس الدنيا كانت فاضيه والولاد في المدرسه، وبعدين راحت دروس، فالدنيا كانت فاضيه واتصورت بقى وهي حلوه وتحفه وجميله كده، هي نص ساعه فرحت بيها، بس نص ساعه. بعد ما جم من الدروس والمدارس بنص ساعة عينك ما تشوف الا النور، لعبة شمال وكتاب يمين وكوتش وشرف في الشمال وطرحة في اليمين وهي نص ساعة. بعد المجهود ده كله فرحت بيها، بس نص ساعة. بس النظافة حلوة، يكفي ان ريحة التراب راحت، الجدران بعد ما كان مكتوب عليها بالالوان اتغسلت كده يعني. هتشوفوا دلوقتي هتشوفوا. ما انا عندي روفان ما شاء الله يعني، موهوبة، بترسم على الجدران وعلى اي حاجة تقابلها. كده انا خلصت شغالة في الشيشة اهو، هشطفه برضو بالمية كده، واللي قلتلكوا اللي انا بشطفه بركنه كده في الحمام، عشان عم اخلص الصالة واللي انا هعمله في الصالة يكونوا خلاص صفوا ميتهم ونشفوا، اروح بقى اركبهم. والصراحة مش انا اللي ركبتهم، انا ناديت لحد اركبهم عشان انا كنت فصلت خلاص. دي ضلفة برضو من ضلفة البلكونة، انا قسمت البلكونة لحتت صغيرة كده عشان اقدر اغسلها واشيلها، يعني ضلف زي ما انتم شايفين كده، حتة بحتة يعني. ولما خلاص نشفوا خليت الولاد حولوهم لي بره وخليت حد ركبه. طبعا روفان بتكتب لنا على كل حاجة، يعني الحمد لله ولله الحمد. ربنا يعزكم فلسطين، يعني ربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم، اللهم امين، ينصرهم نصرا عزيزا. الكلمة اللي مكتوبة على البلكونة ده فلسطين، بالقلم بقلم الوان. فانا يعني نأسف ان انا بغسلها وكده، عشان هي كاتباها بقلم الوان على البلكونة على ضلفة الشيش بتاع البلكونة. بغسل بالاسبونشة، شايفين النظافة ما فيش احسن من كده. يلا قومي بقى انت وهي، يلا شيلوا الشقة بتاعتكم. اي نعم انتوا هتبذلوا مجهود وتدعوا عليا بعدها، بس يلا قوموا اغسلوا الشبابيك ونفضوها وظبطوها، وشوفوا انا بعمل ايه واعملوا زيي، عشان الفيديو كله نشاط وحيوية. رش 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 بالمية كده، انزل الصابون. طبعا الحتت اللي ظاهرة قدامكم ده عشان الشيش بتاعي من يوم ما اتجوزت احنا ما دهنهوش، يعني ده الخشب، يعني اللي باين ده مش حاجة مش نظيفة ولا حاجة، ده الخشب.
يعني هو من كتر المسح ولا كده بقالي كتير متجوزة خلاص يعني، فالخشب خلاص بدأ يبان يعني، فالمفروض ان احنا ناخده وش دهان. الله المستعان. اغسل كله، مش هخلي حاجة يعني، هاخدها حتة حتة. نبدأ بالصالة وبعد كده أوضة أوضة. ما هو انا مش هعمل كله في يوم واحد، هي بس الصالة ده انا رقدت على الصالة دي اسبوع. طبعا المية بتطرطش عليا، فانا بعمل الرياكشنات اللي انتوا شايفينها دي. فل يا بنتي يا نورة، شاطرة من يومك، شاطرة من يومك، بس الحمد لله يعني. باخد 7 8 9 برشامات في اليوم والله. ودلوقتي طبعا خلصت الشبابيك والبتاع، وبعد كده دخلت على الكنب. الكنب بتاعي يعني عتى عليه الزمن وخلاص باظ، لان احنا قعدتنا كلها كانت عليه قبل ما اجيب له الكسوه اللي انا بشيلها دي. فاحنا طبعا مرمطناه، يعني متمرمط اخر حاجه يعني، هو داب خلاص، بس الحمد لله يعني. ماشي شغال، لانه عموله فمستحملنا يعني. فانا مجملاه بالكسوه اللي انا بشيلها دي. طبعا انا خلاص خلصت الستاير غسيل ونشرتها، بعد ما خلصت الشبابيك والبيبان نشرت الستاير، ودلوقتي غيرت الميه وهروح احط دوره من الفرش اللي انتوا شايفينه ده، وهنشفه برضه. عايزه اقول لكم ان انا لقيت 2 جنيه وقلم. ده انا هلاقي فلوس كتير قوي تحت الكنب وجوه الكنب وتحت الشلته وجوه الشلته كده. هشيل طبعا دول كده بالفرشة الترابيزة وفرشة الجزامة كمان بالمرة، واروح اوديهم على الغسيل. واجي بقى كده شلت الترابيزة اللي هي البلاستيك الصغيرة دي، وده طبعا ديتول في مية. انا عايزة اقول لكم يعني، اصدمكم اقول لكم ان ده مش ديتول اصلي، يعني ده مش ديتول اصلي، ده الديتول في واحد عندنا بيجي كده بيبيع منظفات سائلة او سايبة، فانا بشتري منه الديتول ما شاء الله يعني، ولو في كتابة على الحيطة بيزيلها، بيزيل ايدك بيزيل ايديكي مع الكتابة ومع اي حاجة يعني، هو خطير. هو ديتول سايب يعني. انا هوريكم دلوقتي، انا قلت لكم ان روفان دايما بتكتب وبترسم على الحيطان، وكانت كاتبه كلمه فلسطين على شيش البلكونه. هوريكم هي كاتبه ايه كمان يعني، حبه حبه بصوا. يعني هي رسمه اهي، وكاتبه فلسطين على باب الشقه. فلسطين اهي، بس نأسف ان احنا بس بنمسحها. يعني بنضف الباب وكده، وهتشوفوا دلوقتي. ودي طبعا السبحة ديت من يوم ما اتجوزت وهي متعلقة ورا الباب مكتوب عليها اسماء الله الحسنى. واللي تحت دي طبعا عمار ابني كان جايبها لي، ورميساء في مرة كده في عيد مكتوب على امي. شايفين الوساخة اللي جنب أكرة الباب؟ هي مسحة واحدة يعني، انا مشيت عليها مرة واحدة ورحت. ليه؟ لان ده دوني لا اسمه ايه ده، ديتول سايب بيجلي كل حاجة ما شاء الله. ودلوقتي خلاص ابتديت امسح الحيطة. ثواني اشوف واحدة بتسألني على حاجة، بتقول ايه؟ ورا الباب، باين ورا الباب بتاعي. هي بتسأل على حاجة فبقول لها ورا الباب. بمسح في الحيطة اللي انا بحك فيها جامد دي، كتابة بالقلم الرصاص يعني. شفتوا؟ وادي كمان قلب، وكاتبه برضو فلسطين مربع، كاتبه فيه فلسطين وعامله فوق قلب. روفان اللي انا بقول لكم عليها دي في اولى ابتدائي. انا شفت فيديو لكذا حد بيقول لام فريده انا نفسي اجي اقعد عندك وتقولي لي يا عمري ويا قلبي تحيه لام فريده ورقيه، وتسيبيني اشخبط على الحيطه من غير ما تزعقي لي ولا حاجه. اقسم بالله يعني انا شبه ام فريده، بس على يعني ام فريده بتسيبهم يكتبوا، فالحيطه عندها كلها شخبطه وكتابه وما بتزعق لهمش والكلام ده. انا بسيبهم يكتبوا بس بمسح وراهم يعني، فاهمين يعني؟ هو الفرق بس انا بسيب روفان تكتب وتطلع كل الطاقه اللي عندها وترسم وبتاع وعلى السراير،
والفيديو اللي قبل ده واضح انها كانت كاتبه على شباك السريرين بتوع الاطفال رسم عليهم رسومات، وانا دلوقتي مسحتهم. والحيطه زي ما انتم شايفين وشيش البلكونه، وكاتبه على الباب، بتكتب في كل حته وبترسم في كل حته. بس الفرق ما بينه وما بينها ان هي ممكن تكون بتسيبه. انا لا، انا يومين 3 وتلاقيني جايبه حاجه كده وبمسح الحيطه، بمسح الشباك، بمسح البلكونه. دي بتكتب يعني على، يعني بتفتح ضلفة الدولاب وتكتب جواها، وانا امسح برضه. فبسيبها تطلع الطاقة. فاللي انتم معجبين بأم رقية وفريدة، على فكرة معظم الأمهات كده، بس في أمهات يعني ما بتقولش أو ما بتشوفوش أو ما بتطلعش على الميديا. بيسيبوا الأطفال يطلعوا الطاقة، وممكن مثلا تقول له لا عيب يا حبيبي ما تكتبش على الحيطة، وبيكتب، وهي بس ايه، هي بتنظف وراه زي ما انت شفتوا كده. يعني مفيش حتة عندي مش مكتوب فيها. دلوقتي طبعا خلصت الحيطة والكوبس بتاع النور مكان ما بنحط ايدينا، والولاد بيبقوا واكلين شوكولاتة وواكلين مصاصة ويحطوا ايديهم، فبيبقى ملزق شوية او بيبقى متلحوس، فبمسحه برضو كله بنفس الخلطة. بصوا فلة. ودلوقتي طبعا بمسح في الجزامة اللي هنا ورا الباب. احنا بنقول عليها بوفيه بس هي مش بوفيه، هي كانت بوفيه بس احنا عملنا لها رفف كده وقلبناها جزام، عشان جزامنا كانت كلها مرمية قدام الباب. وبمسحها زي ما انتم شايفين كده، خلاها فله برضو. عايزه اصدمكم اقول لكم ان روفان كاتبه عليها بالقلم الاسود، يعني كاتبه عليها بقلم اسود كده، كاتبه برضو فلسطين وروفان وماما حبيبتي وبابا حبيبي، وكاتبه اسامي اخواتها. فانا بمسح وراها، ما هعمل ايه؟ هي الطاقه اللي عندها بتخرجها في الرسم وفي الكتابه، بتحب الرسم جدا، فما بترسم على الورق وتعلقه، ترسم على حاجه كده. كده انا خلصت الجزامه ومسحتها وظبطتها. دلوقتي طبعا جبت الشرشوبه الجردل. طبعا انا كنت ناسيه ومش واخده بالي ان انا اصلا بصور، وكنت لسه هرفع الجلابيه بقى واحطها ما بين رجليا واعيش، بس افتكرت ان الكاميرا شغاله. فانا حطيت الجردل كده وحطيت فيه شويه منظفات، شويه ديتول بقى من الخلطه دي، على شويه برسيل جل، على شويه مش عارفه ايه، شويه حاجات كده، على شويه منظف ارضيات. وجبت المقشه بتاعتي الجميله اللي انا اصلا مخليها للغسيل. المقشه دي مخصوصه لغسيل الارضيات، يعني بغسل بيها البلاط. وعندي مقشه تانية جميله تحفه عسوله اموره كده، بكنس بها الارضيه لانها خفيفه عندي. دي الفتله بتاعتها من اللي هي الخشنه، اللي هي بتاع السجاد الخشنه، يعني خشنه شويه، لكن اللي انا بكنس بيها العاديه لا، الفتله بتاعتها ناعمه. طبعا حطيت ميه كده وغسلت الحته اللي هي هناك عند الباب وعندها الجزامه، لان عند الصاله زي ما انتم شايفين كبيره. وابتديت بقى بعد ما غسلت قدام، عشان انا هحط كل الحاجات ديت، يعني هغسل قدام واسحب الميه واعطر نص الصاله يعني، وبعدين اودي الانتريه كله في الجزء اللي انا غسلته ونضفته، واكمل بقيه الصاله. دلوقتي طبعا انا شديت كل الانتريه في جنب زي ما انتم شايفين كده، وبغسل برضو بالمقشه كده عشان بتنضف ما بين البلاط وبعضه. شايفين يعني الصاله نضيفه ما فيهاش حاجه، وتحت الكنب نضيف. لقيت بس ورقتين 3 شلتهم، وكل شويه الاقي جنيه صفاره كده قلم. اغسل زي ما انتم شايفين كده، خليها فله فله فله. زي ما قلت لكم اوعي تنسوا تحطوا لايك للفيديو، عشان انا تعبت اسبوع بعد الفيديو ده. بعد كده خلصت بالمقشه الجزء ده، فانا هسحب الميه كده بالمساحه. طبعا انا بزق مسرعه الفيديو شويه، عشان كان هياخد وقت كتير، يعني كان هياخد وقت كتير قوي قوي يعني، فانا حاولت اسرع الفيديو شويه. زي ما انتم شايفين بسحب الميه دي، ميه بتراب. وجبت ازازه ميه نظيفه اهيت، وابتديت افضي كده. بعد كده احط بقى شويه معطر ارضيات كده، عشان البلاط ما تبقاش ريحته زفره ولا ريحته حاجه، مع ان حاطه خلطه كتير، بس انا كنت بشطف بميه نظيفه. واسحب بقى الميه كده، يعني المنطقه دي مش هخلي فيها اي نقطه ميه
ليه بقى؟ لان هحط كل حاجة هناك في الاول كده عند باب الشقة عشان تفضى الصالة كلها، وابتدي اغسلها بقى ايه برواقة كده واسحب المية كلها، والمية كلها عندي الحمد لله بتجري بتروح على الحمام. شايفين؟ يعني انا بتك جامد عشان ما يبقاش فيها نقطة مية، عشان مش هرجع لها تاني. يعني انا دوبك هبقى اطوقها كده بشوية ايه، معطر ارضيات بس. يعني خلاص انا مش هاجي من الجزء ده تاني. هرجع بقى ايه، احط البتاع اسمها ايه ده، الجزامة، وعزكم الله، واحط بقى واسحب بقى خالص، مش هخلي مية ولا اخلي نقطة مية واحدة. وبعدين احط بقى ازق كل الكنب بقى والكراسي والحاجات دي في المنطقة دي، في المنطقة اللي خلاص خلصت. تمام. دلوقتي بقى عندي كنبة واحدة، حطيت الكرسيين، وبقى عندي كنبتين. فانا طبعا ايه، بشطف المكان ده برضو كده عشان باكد عليه، عشان ما يبقاش فيه تراب ولا فيه مية ولا فيه حاجة، عشان برضو هزق كنبة يعني اجيبها هنا في المكان ده. شايفين البلاط بتاعي؟ ما شاء الله البلاط بيلمع اهو. هو بس عندي الانتريل قديم، وانا بحط له كسوه اللبس بتاعه كده، مخليه فل والله. هو بس يعني ادعوا لي كده ربنا يسهل الحال ويكرمنا يا رب كده كرم من عنده، واغير الانتريه ده. ونفسي يبقى عندي ركنه، نفسي يبقى عندي ركنه. الركنه قعدتها مريحه شويه كده، مع ان الانتريه بتاعي مريح وبنحبه وبنقعد عليه وكده، بس اكيد الركنه هتبقى احلى. خلاص انا حطيت كله في الجزء الاولاني، وخلاص كده بفنش في الصالة، عشان انتوا هتشوفوا مفاجأة دلوقتي، مفاجأة. يعني بصوا، انا ما صورتش وانا بفرش بقى. انا تعبت فوقفت الكاميرا، عم قعدت شوية، وبعد كده التليفون فصل مني شحن. فاذا بيا خلصت. يعني ايه، الولاد بقى ساعدوني ان انا فرش الارضية نشفت. فرشت بقى السجاد، وحطيت فوق الكنب، وفرشت المفارش بتاعتي، واخويا ركب لي الستاير. خطوه واحد اتنين تلاته. شايفين؟ يعني من ده لده على طول. دلوقتي بقى هقول لكم، الولاد ساعدوني بقى، وقفت التليفون فصل مني شحن. وكملت تصوير بتليفون البنت لما جت من المدرسه. تليفون محطوط على الشاحن اهو. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا فرشت السجاد تحت. يعني فرشت السجاد بتاعي قديم يا جماعه، مش بقول لكم السجاد جديد، السجاد قديم. فانا فرشته تحت، وكنت شاريه حفظتين من عند خاله. الحفظتين شبه بعض اهم، بس اللي يشوف الحفظتين يقول عليهم سجاد ما شاء الله تحفه. حطيت فرشت الحفظتين تحت، فوق السجاد تحت، وفوق منهم الحفظتين، عشان الحفظتين شكلهم حلو. السجاد بتاعي قديم. وركبت الشبابيك والشباك والبلكونه زي ما انتم شايفين. وحطيت المفرش اللي كنت واخداه اغسله، كان كل ده نشف اخر النهار. حطيته كده على الجزامه. ودي طفايه من اللي بتتقفل. وده طبعا هو شكل الحفظتين اللي شوفهم يقول عليهم سجاد ما شاء الله تحفه جدا، ولون بعض الاتنين ونفس الشكل. وحطيت الترابيزه كده البلاستيك، وحطيت عليها المفرش بتاعها. وهنا ما لقيتش المفرش، لقيتني ناسيه اغسله. فانا حطيته في الغسيل لان كنت تعبت. وفرشت سجاده صلاه كده عندنا زياده، يعني بنصليش عليها، عندنا اتنين تانيين بنصلي عليهم. ولبست الانتريه بقى الكسوه بتاعته كانت نشفت، وعلقنا الستاير. وده شكل الصالة بعد ما اتفرشت. شايفين شكلها كان عامل ازاي؟ وحطيت بقى علبة المناديل البتاعة دي، الأباجورة دي بتاعت أوضة الولاد. ده جدول الدروس بتاع عمار ابني عشان دايما بينسى دروسه. وده طبعا السبحة اللي أنا قلتلكوا عليها دي من يوم ما اتجوزت. حتى الكف بتاعها اللي هو 5 ده فضة، بس أنا ما شلتوش. وهنا مكتوب أسماء الله الحسنى على كل حبة من الحبات الزرقاء دي، مكتوبة أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله.
بس انا عايزه اغير الكف ده واجيب كف يعني كف شبهه كده، بس مش عارفه اعمل فيه ايه واصدق. وده طبعا هديه عيد الام، هم كانوا لسه صغيرين، ام حبيبتي، بس انا بمسحها وبروق عليها. وده شكل الصالة، والنيش شكله بيبرق، والكنب شكله حلو لاني غسلت الكسوة. الستاير برضه نظيفة، والترابيزة مفروش عليها المفرش بتاعها. شايفين النظافة دي؟ النظافة الفلة دي فرحت بيها نص ساعة، نص ساعة بس، ما يعني ما كترتش انا. وبعد كده بقى شنطة، اللي حط شنطته في الشمال واللي حط شنطته في اليمين. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. الفيديو فيه مجهود كبير جدا، حطوا لايك للفيديو واشتراك للي أول مرة يشوفوا القناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد على خير.